والعز بعد شغال. ابجريد الحين المكيف اللي يخليه شغال على البطارية. يا شباب شوفوا عزوز شو اختراعك اليوم؟ هذا مال اليوم. مال اليوم انت. هذا هو احلى شيء في الكرفان الصغير. هاي اول فايدة نتكلم فيها والله العظيم. انا دافع جريب ال11000 محمد. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلوق جديد. الفلوق عن شو يا شباب؟ دامنا رمضان وما عندنا شيء، كل يوم قاعدين نكسر وندمر وان شاء الله يتعدل. نضبط نسوي شو؟ ابجريد. بس على شو ما نعرف، كل يوم نطلع بسالفة جديدة. يعني اليوم انا حنيا عند محمد كم ان شاء الله حلو، بالباكر انا بدق له بقول له شيء ثاني. هو الحمد لله ان شاء رمضان شهر كريم ويل سوا. بس طبعا تقدر تطلع رحله، مش انك ما تقدر، ما يغلبنا ترى الموضوع. بس في نفس الوقت تبى تجاب الهلك وتقعد في البيت. المهم ما بنسولف عليكم وايد. لايك واشتراك فعلون الجرس. حيا الله. جرسين لو سمحت، مو جرس واحد. اوكي جرسين. اليوم تغير عليه. اليوم شو استوى اليوم؟ عنده اليوم قناه على اليوتيوب، تابعوه. اول حلقه بعد معاناه، بعد ما كنا في عمان وباكر نزل حلقه، وان شاء الله عسى خير. عشانك والله حبيب قلبي والله. والله. لا والله شوفوا يا اخواني، اذا انا ما اغطي لفوا على قناه محمد، احنا دوم مع بعض ان شاء الله بس مغطيين رباعه. ترى قنواتنا نفس الشيء. المهم بنحط الرابط تحت، لايك واشتراك، واللي بيروح من طرفي يكتب له نار وشرار. شو اسم قناتي؟ قناتي اسمها RHL سموكي. بنكتب لهم اياه يشتغل. ما نكتبه تحت صندوق الوصف، كل شيء بيكون مكتوب، ولفوا عليه واكتبوا له نار وشرار. ما يقصرون. زين عليك. حاليا طال عمرك سوينا ابجريد خفيف على نظام الكهرباء. دقيقه بس خلف الكاميرا. زين يا محمد شو تقول الحين؟ الحين سوينا ابجريد على نظام الكهرباء. قبل كانت عندنا كهرباء ما نقدر نشغل شيء الا لازم نشغل جنريتر. او اتكلم بخصوص ال 220 كهربتنا اللي هي بالامارات. الكرفان هذا امريكي، كان كهربته 110. كان في وايد اجهزه 110 وكانت عندي شغاله، لكن انا ما عندي ولا جهاز 110. فاحنا وجزاه الله خير استاذنا الكبير اللي علمنا وصانا وصيه. اي نعم. قال تعلم وعلم. والحمد لله اول واحد خلينا نشتغل في الصين يا مساء. عزو بنصور بنلحق عليه اليوم في الليل. المهم الفائده نتكلم فيها والله العظيم. انا دافع جريب ال11000 ومحمد انت كم دافع؟ والله هال 9000 شيء. والله 9000 كنا نبغى هالنظام، وسووا لنا نظام ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. وحين يوم شفنا الشغل موضوع كله طويل العمر كلفني. كم كلفك؟ الانفرتر 850. عندنا بريكر كهرباء 90 درهم. عندنا محول شو اسمه شراكة بطارية دي سي تو دي سي هيك. دي سي مركبينها من قبل. اوكي. بس هذا الحين ب 100 النظام درهم بس عشان لا، هو النظام على سبة تشغل الاجهزة ورا ما شغل مكيف الحين ما يقارب 4-5 ساعات. على البطارية. على البراد على البطارية. بس نتكلم هذا وضعك في الشتاء، في الصيف ما يغنيك الا جنريتر ضروري. ما ينفع البطاريات في الصيف، ما تنفع الحين مال الشتاء. حتى لو ركب 16 بطارية هني ما ينفعك ويا حرارتنا ماشي. احنا عندنا يا طويل العمر اول مفاجأة لك انت قبل الناس. اوكي. انت تتذكر هالمكان؟ والله يا جماعه قسما بالله الويرات كان لين هني. لا مش لين هني. تشوفون هالويرات كلها العفسه كانت واصله لهني وطالعه برا، في اشياء شي مسلمه على الناس شي برا اصابع، ولا عارفين هذا شو اللي كان موجود. عشان بس افهمك هالويرات كلها الحين انا واير عارفه هذا مال شو. طيب اول شيء في البدايه تتذكر يوم خذينا الكرفان اي والله كنا هذا شو ما نعرف، احنا يا طويل العمر ركبنا 3 اجهزه. اوكي. الجهاز الاول شراكه لتشرج البطاريه. نعم. بس يستحسن انك انت تكون شابكنا بالكهرباء. عرفت؟ على الجنريتر او اي سورس خارجي تشغله. اما انك تاخذ من الانفرتر ترد تعبي البطاريات، تسوي شغلات مس حق البطاريه. عرفت علي؟ تاخذ منها وترد تعبيها نفس الشيء من نفس المصدر. فالمهم ركبنا الشراكه هاي الله يسلمك سعرها 200 درهم. اوكي. ماخذينها من نون ما يحتاج. سؤال، اذا رحنا محل كم كان بيسمعنا على الشراكه؟ لا والله بقى 450. هذه حتى تعطيك كل شيء وتفصل روحها، وفيها كذا نظام. تبغى نظام الاسد، بطاريات الاسد، الجل، البطاريات الله بالخير، بطاريات الليثيوم ما اظن انها ما تدعمها. شراكه الدراجه، تبغى سياره، اي شيء كلها على بعضها ومعلقه مرتبه امورها طيبه.
الحمد لله. انزين عندنا الشيء الثاني، شيء احنا عندنا يسمونه التشينج اوفر. تشينج اوفر هذا في حال انك انت حاليا احنا شغالين على الكهرباء، كهرباء الانفرتر. حلو. سوري، على الكهرباء الخارجيه اللي هي كهرباء البيت. انا موصل لنا حاليا قدام البيت وشابك. من افصل الواير هذا او انه يكون مشغل جنريتر، من ابند الجنريتر او افصل الواير هذا يحول دايركت على وين؟ على الانفرتر. يسحب بطاريات من 12 فولت الانفرتر يحولها على 220 ويعطيني باور حق المكيف، حق الكوفي ماشين، حق اي جهاز بستخدمه. زين انا عندي الحين شيء لك. هو الموضوع وايد طويل والشرح وايد طويل، ليش ما تنزله فلوج لك انت؟ بنزله انا ان شاء الله، تتكلم بالتفصيل. انت عطني الحين رؤوس اقلام. رؤوس اقلام طال عمرك هذا حاليا يحول ويشغل لي كل شيء طال عمرك. ومتى الحلقه بتنزل؟ ترى يا اخواني انا اسوي فيه شيء، ابا ينزل، ابا يستمر. راح نشوف. انا بقول لك شغله، خلينا نتكلم كصفه عامه عن كل واحد بيدخل يوتيوب. في ذمتك اول ايام ترى انا محمد ربع من ايام الطفوله. اول ما رديت له بعد العام في ليوه تلاقينا مع بعض سولفنا اللي قبل تلاقيت وياه، قلت له انا اصور ها، قال لي شوف ابو عبد الله انا ما احب التصوير. الحين اكثر واحد يتصور عندي بالقناه. انا للحين بعدني ما احب التصوير. بس شو رايك دامك تفيد الناس ومحبه الناس؟ والله العظيم هي بس اثبت شو الفائده، اما انه شيء ثاني ما عندي. انا انسان صراحه بس ابى اوصل الشيء اللي تعلمته، ابى اوصله حق الناس، اما شيء ثاني ما عندي. لا بسيط ان شاء الله. زين يا اخواني، هذا طال عمرك كنا احنا الجهاز الشارج البطاريه والتشينج اوفر اللي يحول لي مصدر الطاقه مالي وين اباه، هني ولا هني. شوي بس. ترى يا اخوان احنا ناويين على ابجريد على كرفاناتنا هالعفسه، ما راح تشوفونه، تشوفون شغلات. سامحوني يا اخواني انا اتصال. لا مو زين. واضح عندك؟ اي واضح. انا هذا ببنده بس. ببنده ترى يا اخواني هذا مش الفينشنج النهائي، هذا حاليا حل مؤقت بس، لان اضطريت اني ابطله، لكن هو شابك على اليم. بس ابغى اشتغل، ابغى اخلص. يعني هني حتى تحت الوايرات هالنظام ما راح تشوفونه، تشوفون شيء مرتب، كل شيء راح بالملي ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا الاناره شوي بس. لا امورها طيبه نقدر عليه. المهم كانت عندي بطاريه واحده، زودت عليها بطاريه ثانيه. بطاريتين ما شاء الله. وسوينا كونكشن ويا ابو خليفه ما قصر، الاستاذ مالنا والمعلم. وصلنا البطاريات مع بعض نظام 12 فولت. ما شاء الله. نفس البطاريات اروم ابدلهن على نظام 48 فولت. ما شاء الله. اي نظام انت تبغاه. ويحبذون نظام 48 فولت لانها صرفيته تقل. تاخذ اقل من البطاريات. لكن انا صراحه حاب 12 فولت وما فينا نغير من اول جديد. المهم في النهايه المتعه. اي نعم. احنا في النهايه ترى بقول لكم ما في تلتيه. وبعدين ترى على فكره يا جماعه احنا مش غالبنا الموضوع، ليش مسوينا كهرباء؟ ترى رمضان واحنا طفرانين. لا سهل ترى. لا وياك نظام التحويل بس عشان افهم. احنا مسوين كروس، الاسود مع الاسود، الاحمر مع الاحمر. ابغى 48 الاحمر مع الاسود اللي هني، والاحمر اللي هني مع الاسود الصوب الثاني. السلام عليكم. لا بس اخبر الناس ترى احنا مسوينها لابجريد بسبب الملل اللي احنا فيه. لو في كشته والله انا خلي السنسي عر ليل ونهار، ما عندنا مشكله، اهم شيء نستانس. انا اشهد. المهم هذا الانفرتر ركبناه 13 واط بيور يسمونها بيور ويف، يعني يعطيك 3000 نظيفه كامله. وعنده شيء يسمونه البيك باور. البيك باور في حال انك انت شغلت خصوصا الحرارات لما تشغله ياخذ وايد كهرباء. ترى يا اخواني هذه ازمه ما عليكم من حجمها. وتصدق جتني معلومه امس شو في شيء يلعن عنه، اللي هو يقول لك شفت هاي الطحانه الصغيره هاي تسحب 3000، المكيف يسحب 1000 وشوي. 3000 ما عندك مشكله، لكن هذه الاجهزه من تبدا تشغلها اول شيء توصل لل 4.5 5000 وترد مره ثانيه تبرد. عرفت؟ فهذا الانفرتر يعطيك المدى لين 6000 يوم بتبرد يرد مره ثانيه على 3000 بس ما يروم يكمل على 6000. لو كمل 6000 وايد يسوي شيء حق يعني يفصل ولا فيوز شيء من هالقبيل، وله فيوز ثاني. نهايته 800 درهم 200 درهم 105 دراهم تشينج اوفر. والوايرات 3 متر من اي محل تاخذ وايرات، بس اهم شيء يكون وايرات زين، يعني نهايته 1400 درهم. زين الحين انا بقول لك شغله، خليني الف الكاميرا على وجهنا وبقول لك شغله. ابو ماريا تشوف الكلام اللي قلناه الحين والشرح، طبعا انت بتشرح في قناتك بالتفصيل الممل ان شاء الله. خلنا الحين قناتك. لا خل قناتك. لا انا ابغاك تشرح هالشيء عشان الناس يستفيدون ويجون عندك. إن شاء الله. هذا واحد. الشيء الثاني، شوف الكلام اللي انت قلته
اللي هو الحين الشرح اللي اعطيته وهذا يقول لك ليش هالوايرات معقد، لكن لو يطلع لك واحد انا اشغل لك المكيف لمده 5 ايام وما اعرف كيف بتروحون عنده. المهم والله صديقي والله واحنا بقول لكم شيء، نحن رحنا عندهم ترى واستوى فينا. قرصنا. نعم قرصنا. اي والله. لا ان شاء الله ننفع الشباب وان شاء الله الكل يستفيد. وفائده ميني كرفان الحمد لله الحين بدينا نعرفها. والله العظيم تبسط قسما بالله يا الربع اني انا ما كنت اعرف اي شيء. وخلوا ما نعرف اي شيء، معرفه الناس بروح اللي عرفناها في الجروب هذا كنز. لا ما كنت اعرف اي شيء، قلت لك اياها بخصوص الكهرباء. انا انسان ما احب احط ايدي بالكهرباء. بس نفسك انا اليوم استفدناها من الجروب والشباب والحلو في الجروب الحمد لله ان الكل متعاون الكل يد واحده، ما يقصرون. ربعنا من بحرين، من قطر، من السعوديه ومن عمان، والله العظيم ما يقصرون على قدم وساق على قولتهم. وبعد في فلوج بتشوفون شو صار عندنا في الجروب وشو اللي سويناه وشو اللي بنسوي ان شاء الله. ما بطلع انا اجيب لك سناكات ابوي. الساعه 4 الفجر. زين يا شباب، طبعا قاعدين اليوم هني برتب لنا جلسه خفيفه لطيفه. وقلة الشباب عرفتوا اللي عندهم خيام وهذا بيقعدون هني يسوون برجر، فاحنا ما شيء مو بهالموضوع، شيء بسيط خفيف ولطيف. قلنا بني نسوي جلسه. هالموتر هون بعده مش جاهز بس هسينا نجهزه. في شيء والله العظيم عجيب وغريب تنصدمون منه الحين. دقيقه شوفوا الشغال بادين فيه. طولها شوي ردها ورا بطاريه. عزكم الله هذا الحمام وهالسرير بس. ها شفت المكيف وين؟ هذا المكيف صح ولا لا؟ بس فوق الموتر ماشي مكيف، ورا الموتر ماشي مكيف. هم مسوين حركة ذكية. لاحظوا الكمبرسر هني والماكينة مالته هني تحت تشوفونه، المروحة هذه شيء ترتيب بس بنصوره عقب خبركم كيف كان الترتيب وكيف الشغل. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشباب ترى وين ما نقعد وهذا الشغل بادي، فاسين نشتغل الحين. وهالموتر ما خلص لين الحين، مش مخلص بعده في شغلات وترتيبات قاعدين نشتغل عليهم. وهذا كاسبر موتر محمد صوب البيت، وبينا عزوز والشباب. احنا هاللمه ليش نسويها؟ منها نقعد نشوف افكار الشباب، شو اللي عندنا، شو الشغله اللي ناقصنا، شو اللي نبغاه وشو اللي ما نبغاه. والحين برتب الياس يا شباب. قاعدين هني نسولف عن الكرفانات والرحلات والامور هذه ان شاء الله عقب رمضان باذن الله. مثل ما تشوفون بالعز بعد شغال. ابو قريد الحين المكيف اللي يخليه شغال على البطاريات. اخوي ابو عبد الله هلا انا مضبط الكرفان هاي. تعال في حبيبي تعال ضبطه هو المهم يا اخواني زين شوف الحين نحن جالسين نشتغل. بعد الشغل اباك تصوير والحين تصوير. زين سؤال، الحين تقريبا كلنا بنجرب على النظام الجديد اللي ابو خليفه سواه على موتر محمد وضبط، والحين انت تشتغل فيه وتزيد وتنقص وتشوف شو الاغلاط والامور. شوف انا سويت زيادات اللي هو التشغيل والتبنيد من هني. اوكي حلو. هو التشغيل والتبنيد من الانفرتر لازم تبطل الدرج. اوكي انا ما ابغى هذا، ابغى ابند واشغل من هني. اوكي. وابغى الشاشه مالها تكون هني. حلو يعني نفس شاشه البطاريه هذه. اوكي. حلو. ابغى الشاشه مالها تكون هني. التشارجر قبل كنا شو كان يوم يحول على الانفرتر يشتغل التشارجر، وعلى الجنريتر يشتغل التشارجر مال حق البطاريه. اوكي. الحين انا شو سويت؟ ركبت التشارجر مع الجنريتر، شغل الجنريتر اشتغل التشارجر، ربنا الجنريتر يحول على طول طاقه الشمس. زين بخصوص الناس اللي مستعجلين بحط سنابك تحت. اوكي. وانت تصور الحين قمت يوميات تقريبا. نعم. خلاص بنحط سناب عبد العزيز بعد، روحوا عنده واي سؤال واي شيء بيفيدكم فيه. وتجمع قرب ميني كرفان، وطبعا هذا صديق قديم واخو عزيز وغالي. زين يوم لقيناه جاي هني عندنا. وياسين اليوم في شغل ولا لا؟ اليوم بنيلس بعدنا هذا بريكرات ووايرات وتيب وسويتشات الدنيا. بعدنا لو تصور هناك بعدها في اشياء مختبصه وصور شوف قبل. لا ما عليك، هاي سهالات طال عمرك. احنا في رمضان ضاربين بريك. بس بصراحه اهنيك على القهوه اليوم، اهنيك. ما اعرف شو خلطاتك انت اليوم اللي مسوي لنا قهوه على طول يعطيك ما الشغل. شو حاط لنا داخل سبانه شيء؟ الله يعطيك العافيه.
حساس. بل 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 اقول لك. زين يا شباب، هذا هو جدول رمضان. الحين شو الفكرة؟ اني اخلي الشعار هذا باللون الاسود. فرحت امس محل اخذت القطعة من عنده، نجرب اخليه باللون الاسود نشوف يضبط ولا لا. واكتبوا لي تحت في التعليقات هل انه ضبط او لا. زين يا شباب، طبعا مش ان هذا هو خلاص خلصت منه، لا لا، هذا بس تجريبي. ايش رايكم فيه؟ ما عليكم من هاي اللي كان يبغى له تنظيف عدل وانا مش فاضي اصلا الحين، بس شي تجربه. بس شكله بصراحه احسه احلى على الاسود. زين يا شباب، طبعا اخذنا هالاغراض، والحين في اغراض وزعتهم نفسها مال الزين والامور هذه البسيطه. هذا مثل ما تشوفون فوق سويت الحركه. ترى يا اخواني هالاشياء تاخذها من محلات الجمله تنفعك. ليش؟ للمدى البعيد. اوكي بتقولي لي هاي ما تنفع، بس والله في بعض الاحيان تدور على هاي محتاج تبى موس تبى شيء خفيف يعني بسيط شيء بصراحه. تشوف اوكي هاي قاعده والله شفتها عند اخوي عبد العزيز بصراحه قويه جدا نستعملها على الموتره، فقلت له ابغى واحده وقال لي هناك لقيتها سبحان الله. وهاي ساعه عاديه اخذتها، وهذا بدال هذا اللي هني شوفها منتهي خلاص بنحط هذا. وهاي شارونه هاي شارونه ها مأذتني ها. شو من وين تضحكين شي؟ احمد حالك ابو عبد الله شو اخبارك؟ طبعا السبونسر مالي شغل كله اليوم عند ابو فادي على حسابه صح؟ حاضرين حبيب قلبي والله ما يقصر اسولف وياك. سجل حساب ماما كبيره. زعما تعال شوف لي الموضوع هذا. مثل ما تشوفون الحين جدول صناعيه، ترى جدول رمضان جدول تعديلات ما في شيء. فبني نشوف موضوع الطقه اللي صارت في عمان، وان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله. شوف الضربه الحين انا لين الحين مش عارف من وين هذه الجايه. شوفوني المهم بنشوف شو يصير ويانا. الحمد لله بفضل الله بدلنا البوشات كلها. اللهم البوش اللي متقطع اسمه بامب ستوب مو موجود الحين على الطلب. طلبنا عليه ما يرد عقب ونشوف شو وضعه. هذا هو كاسبر الحين بس وصل الميزانيه بنثبت السكان سيده ان شاء الله. يا شباب شوفوا 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 وصل الوالد مع ولده، الابو اللي قدام واللي وراه ولده ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك خير ان شاء الله. طبعا مثل ما تشوفون هاي رسمتنا هني خفيفه لطيفه والشباب انبسطنا اليوم. شباب صراحة شغالين على قدم وساق. اسلوم بنشوف شو مسوي. اول شيء نبدا بعزوز بصراحة الله يعطيك العافية. اول شيء الله يعطيك العافية. الشغل بصراحة هالمرة. وين ليتاتك عزوز؟ اوه نسيتها. تشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم الشولة هذه كيف تشتغل على البطاريات. الفص ماله هني هذا فصل انفرتر كهرباء كامل حق المكيف حق كل شيء على الطاقة الشمسية ما شاء الله. الحين اذا بند هالفص خلاص يبند الانفرتر. زين الحين سؤال بخصوص الانفيرتر ورفيق الدرب وهذا. تعال هذا وينه؟ الانفرتر هذا اللي تحت شوفه تحت ريخ. انا اشغل الفلاش. ايوه هذا شغلي فلاش احسن. ايوه شوفها هذا هو الانفرتر. شوف شغله من هني الفص شغلته اشتغل. شوفها ما شاء الله ما يحتاج ابطل ستور وادق من هناك واسوار. حلو خلاص الحين من شغلت تشتغل التوله وتشتغل. زين عزوز اذا حد يبغى يشتغل على نفس هالشغل وهذا احط رقمك ولا رقم الهوتي؟ والله حاط رقم الهوتي بعد يعرف ها؟ المهم شباب بنحط لكم رقم ريال عندنا وهو يفهم في الشغل. بعد اللي حاب يشتغل نفس هالشغل ما راح يقصر وياه. الله يعطيك العافيه. ايه التوله شفتها ما شاء الله. اهم شيء التوله اداء والله اداء صح. اراويهم الحين شوفوا ما شاء الله. بس هو مكانه شوي ضيق عزوز لانه هالماكينه بس انه يوم يحر. شوف الحين بشغلها على الجنريتر. اقدر اشغلها على الطاقه الشمسيه عادي. اوكي شو تبغى انت الطاقه الشمسيه ولا طاقه شمسيه خلها؟ اوكي لانها تسحب وايد. تسحب وايد. اليوم بسوي لك عليها شاي احمر بعد ماخذ غوري جديد حبيبي. لا مدلعنا اليوم والعز ونوره اليوم دلعنا. طبعا التشغيل والتبنيد من داخل من هنا بس ما شغال الانفرتر. شوف من شغل الانفرتر بيحول من يحول تسمع الصوت الحين 3 دقيقة بس اشتغل. شوف تشغيل من هنا خليناه. شوف عشان سيفتي اكثر. شوف من هنا خلينا التشغيل. شوف احب تشتغل. شوف الشغل ما شاء الله تبارك. حرارة شوف حط يدينك وشوف. الله يعطيك العافية. حرارة بس هني ما يحر. شوف هني ما يحر
اوكي. هني هذا كامل ما يحر، وين يحر؟ يحر هنا. بس شوف هذا مين ما بعد يحب. بعدني اقول لك سوي له شيء. ايوه يعني وقت الطبخ هذا بشيله. لا 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 لا، سوي له مكان ثاني ثابت، شوف أكيد. الحركه. إيه. بس شوف كيف حراره، حط يدينك وجرب. لا شوف ما شاء الله تبارك الرحمن واصله هني. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الرحمن. ركب طاوله شوف الحركات. اصغر مطبخ مالي انا ولا اللي عند عزيز. شوف لا انت ميني انت ميني. بس هذه ليش ابونك عاد تشوف بعد كم المقاس كان. أيوة. يا رجل بس عينكم على المكيف. هذا ترتيب منو سلوم؟ ترتيب الهوتي. بس شنو كيف اللي تحت؟ ها ترتيب المكيف اللي تحت شوفه. هذا يجي على الشاحنه فوق. الشاحنات الكبار عرفت؟ انا ركبته هني يشتغل 24 ساعه. والله بارد بعد يمكن الغيه هذا، بس خليني اتاكد من هذا في الصيف كيف، لان اذا درجه الحراره برا بس 50 كان هالمتاي انا شايف انه في مكان كان بس كان ما قلت شيء. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو احلى شيء في الكرفان الصغير. تعال شوف ما شاء الله على الشوله الكهربائيه. ما شاء الله. ها هذا هو الحياه. ايوه والله وين اكوها صوب البيوت، مو طالعين مكان تلفزيون عندنا، اغراضنا عندنا، جالسين نبى نطبخ نبى اللي ودك. دباسه هذا عزوز دباسه. خو نحن ما نعرف نتجمع في مكان الا نشتغل، ما اعرف ليش. المهم بدينا تاكلنا ما اعرف. بس سؤال، ها خلاص صارت عندك طاوله تغيرت علينا. هات كيف شفنا صورته الحين. تقدر تسكرها لا تقدر تبطلها، وهاي اللبسه الحين بلبسها بس قبلها. بس تعرف شو اللي ينفع سلوم؟ تقعد هني يشيل طلبيه. أيوة. ما مش يريد. لا هني حق الشوله. خلاص بثبت الشوله هني؟ ايوه بثبته ولا متنقل؟ لا متنقل. وقت متنقل احسن. اوكي بطلع الشارع ولا شيء مثلا، ولا حد يبي يركب يكون ممر، ما حد بيركب بكون مثلا انا حلو. بس هني ليش بتحط خلقه؟ الخلقه موجوده في الستور الحين برويك اياها. لا انا ما بك تحط خلقه. ليش؟ مش اي نوع مال المطبخ. اشوف مال الماي اللي تسحب ووتر بروف. اوكي أيوة. اوكي شي اوكي صح. ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين الشغل، وان شاء الله في فلوج بعد ما نخلص شغلنا كله على المواتر والترتيبات. شوفوا جدول رمضان شو ما في شيء، قاعده ويا الشباب كل واحد جالس جايبين ويانا كلنا وسوالف وضحك وشغل على الكرفانات. مثلا الحين كرفان سالم محتاج شغل، كلنا نعاونه نشتغل، عندنا قطع زياده فنوزع من بين الشباب. مثلا انا محتاج شيء الفلاني، فلان محتاج شيء الفلاني، بهذا الطريقه يا اخواني. ما عزوز شو اختراعك اليوم؟ اليوم هذا مال اليوم. مال اليوم ايه تكمله ترى الجزء كامل اختراعات عزوز. هذا الستور. بس شو الحركات 3 قطع وترتيب. لازم. لا ما شاء الله. اول كان كله مخدات نفس هذا. طبعا مثل ما تشوفون لمتنا كل يوم هني وجلسه مع الشباب. بنختم اليوم اخر يوم باكر بروح الدوام. فهذا هو جدول رمضان. وهذا الحين بياخذ له كرفان ان شاء الله قريب. وعندنا هالكرفان اصغر كرفان في العالم يارس مال صاحب عليك كرفان بس. لا ابو عليك العود بروحك عندك كرفان. زين لايك واشتراك وتفعلون الجرس وتكتبون تحت نار وشرار.